السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. ان شاء الله بإذن الله النهارده الروتين بتاعنا عند الفراخ البلدي بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده الفراخ تفرح معانا. احلى مشروع تعمليه هو الفراخ البلدي. الفرخ البلدي ما بكلفكيش حاجه خالص، ما هو زي الفراخ البيضه بقى بتاع التسمين مثلا او حاجه. بتغلبي معاهم في التربيه او حاجه او يعني ايه بيبقوا متعبين شويه فراخ الايه اللي هي التسمين اللي هي البيضه. الفراخ البلدي بسم الله ما شاء الله مريحه جدا 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 في التربيه، ومن ناحيه تانية بتملى البيت عليكي خير. يعني لو انت بتسيبي شويه بيض وبسم الله ما شاء الله برضو بتيجي تبيع منهم، السعر بتاعهم بيبقى جميل. يعني خير في البيت كده. الفراخ البلدي دي خير وحاجة كويسة جدا في البيت ومشروع مربح جدا جدا جدا. اللي عايزة تعمل مشروع أو تبتدي مشروع في تربية الطيور، أنصحك إن أنت أول ما تبتدي بالفراخ البلدي. الفراخ البلدي مريحة جدا جدا في التربية، تيجي معاك على طول. ما بتعوز منك تعب كتير زي الفراخ البيضاء في التربية. بسم الله ما شاء الله بتلاقيها جاية معاك على طول. النهارده زي ما انتم عارفين الجو بسم الله ما شاء الله من الصبح بيشتي. هما اصلا زي ما انا كنت قايله لكم، هما كانوا منبهين وقايلين من يوم الاثنين الجاي هيبقى في شتاء وكده. فالنهارده في شتاء جامد والجو ساقع اصلا قوي قوي يعني. فحشت اللمبه اللي هي البيضه وحطيت لهم الحمرا اهي، وغيرت لهم الفرشه النهارده. هي الفرشه بتاعتهم ما كانش فيها حاجه ولا حاجه، بس انا قلت ما اغير لهم ده، لان انتوا عارفين الفرخ ما يكون الحته دافيه تحت منه او الفرشه بتاعته دافيه وحلوه كده، بسم الله ما شاء الله ما بيتعبش معاكي وبيبقى زي العسل. فانا حشت شويه النشاره اللي كانوا تحتهم وحطيت لهم نشاره زي ما انتم شايفين اهي ناشفه، هي زي العسل. التانيه كانت ناشفه برده، بس دي لسه جديده حلوه كده عن التانيه انتوا عارفين بقى لهم 8 ايام النهارده او بقى لهم 9 ايام، يعني هم يعتبروا فتره التحضير بتاعتهم عدت. قلت ما احوش بقى النشاره اللي تحتهم بتاع فتره التحضير ديت، واحط لهم شويه نشاره زي ما انتم شايفين زي العسل كده. الفرخ بتاعنا البلدي بسم الله ما شاء الله فرخ فايق، فرخ جميل بسم الله ما شاء الله زي العسل معاكي. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب. فزي ما انا قلت لك، عايزه تبتدي اي مشروع او تبتدي في تربيه طيور لسه مبتدئه فيه، تجيبي لك فراخ بلدي تربيها. مربحه جدا جدا وسهله جدا ومريحه في التربيه. الجو النهارده زي ما انتم شايفين كده، حتى انتم شايفين السماء مغميه خالص ازاي. كانت بتشتي من صباحيه ربنا، بس الحمد لله بطلت الوقت اهي. قلت اما اطلع بقى اعمل لكم روتين كده. وكنتش عارفه، انا كنت هنا على السطح وكده لهم، بس كنت بحوش الميه اللي من الشتاء وكده، وما عرفتش اصور معاكم عشان الشتاء ممكن يبوظ التليفون وكده. فساعه ما الحته بطلت طلعت اصور معاكم. زي ما انتم شايفين كده السماء برده لسه فيها شتاء اهو، ربنا يسترها. بس هي حلوه شويه نوعا شويه الوقت. وجيت زي ما انا قلت لكم، اهم حاجه عينك على الفرشه تحت الطور بتاعتك في يومين الساعه ده هم تعوضوهم بقى عن الساعه بالفرشه النظيفه، الفرشه الناشفه لهم. زي ما انتم شايفين معانا كده بسم الله ما شاء الله. الفرخ معانا زي العسل. يعني الفراخ البيضاء زي ما انا قلت لكم نزلتها من هنا من على السطح، لان الجو برد قوي وهم كانوا لسه صغيرين على الحته دي، الحته واسعه لهم هنا. حطيتهم في البوكسه تحت زي ما انا عامله لكم روتين امبارح معاهم برده. عم الجو كده يعني يصحصح شويه ابقى اطلعهم ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين النشاره مكتره لهم وعامله لهم عمق النشاره، شوفوا قد يعني حاطه لهم مكتره لهم في النشاره قوي، بحيث انتوا عارفين زي ما انا قلت لكم كل نوبه الفراخ بتحب تنكش تحتها كده. وربنا يسترها يا رب ان شاء الله اليومين ده هم السقعه والشتاء. وكل اللي عندها بقى شويه طيور تحافظ عليهم كده وتاخد بالها منهم في السقعه ده هم، عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله. شايفين الحمامه جايه تحت مني بتاكل العلف اللي واقع من البوكس. كل شيء بدور على رزقه. انا بحط لها والله علف كل يوم وبحط لها ميه. بس الحاجه اللي بتقع زي ما انتم شايفين البوكسه فيه فوارغ كده، ببيع منه بعد حبايه علف الفراخ بنقروها، هي بتنضف تحتهم كده حواليه. شايفين الميه لسه عامله ازاي في الارضيه من الشتاء. الجو ساقع زي ما انا قلت لكم، فربنا يسترها يا رب ان شاء الله باذن الله. واحد يقفل عليهم حلو بقى. وحطيت برضو شويه بلاط كده حطيتهم على السقف برضو، عشان زي ما انتم عارفين البوكسه مفرغه، ما ينزلش عليهم شتا برضو لا قدر الله ولا حاجه. ظبطتها كده وحطيت زي ما انتم شايفين كده اهو، حطيت عليها بلاط من فوق خالص اهو، وجردل برضو لو ما وقعت فيه ولا حاجه.
زي ما قلت لك تاخدي بالك على الطيور بتاعتك اليومين ده هم، ربنا يسترها، لان احنا يعتبر رجعنا في الشتاء تاني. الشتاء يعني بجد بقى الجو النهارده جابها شتويه. بسم الله ما شاء الله، فربنا يسترها يا رب ان شاء الله باذن الله. انا ممكن احوش برضو الوناسه الحمراء ده واحط لهم اللمبه الكبيره، زي ما انا قلت لكم انا عامله كل احتياطات، يعني ما عندي لمبه كبيره والوناسه ده اهي ولمبه موفره. لقيت الجو حر بحط الموفره، لقيت الجو ساقع بحط الكبيره، لقيت الجو معقول شويه بحط دي. فان شاء الله باذن الله دي كانت معاهم اهي طول النهار. قبل ما انزل بقى الوقت احنا قعدنا المغرب اهو، اقوم احط لهم بقى اللمبه اللي هي الكبيره حمراء برضو. ليه؟ لان الجو بالليل بيبقى بيسقع اكتر كمان من بالنهار. سبحان الله، كل واحد بيدور على رزقه. شايفين الحمامه جايه فين؟ تحت رجليها بالظبط، بتنقر في ايه؟ في اي حاجه واقعه من الفراخ. زي ما انتم شايفين الفراخ بتحب تنكش وبتحب ايه؟ تعاكس حواليها كده، فاكيد بقع بعد ايه؟ حبيت عليها. كل حاجه يعني كل حاجه كده بتدور على رزقها، ربنا يرزق الجميع يا رب. الفراخ بتاعتنا البيضه برضو العشرة اللي انا جايباهم وسطهم بسم الله ما شاء الله زي العسل، زي ما انتم شايفين. يا رب ترحم ابويا وامي وامواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. احنا في يومين مفترجين، يومين كده الخير كله داخل علينا، ربنا كده يرحمهم برحمته الواسعه كده يا رب، واجعل مأواهم الجنه يا رب. هقفل بقى يا حبايب قلبي معاكم عشان اقفل عليهم برضو من البرد وكده. ربنا يسترها اليومين دول كده، زي ما انا قلت لك تاخدي بالك كده من الطيور بتاعتك، ربنا ايه يسترها يا رب في يومين السعاده هم.